السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبنا عاملين إيه؟ إن شاء الله يا رب تكونوا بألف خير. فيديو النهارده جميل. حبة فتة بقى بالكوارع هيعجبوكم وممبار، ودي بطاطا بالكاستر بس خطيرة. نوع البطاطا جميل، تابعوا بس معايا الفيديو وهتشوفوا البطاطا شايفين لونها أصلًا عامل إزاي. أنا كنت حاشية الممبار، يعني أنا ما كنتش هاصور معاكم بصراحة، بس كنت جايبة ممبار فقُلت أنا هاحشيه. أنا باحشيه بالخلطة المحشي العادية، أنا عاملة المحشي مصوراه، إن شاء الله أبقى أنزّله لكم. كنت جايبة يعني كيلو ونُص من الممبار، فبصراحة كنت هاعمله وخلاص، ما كنت هاجيب يعني هاعمله وأحمّره وخلاص، بس لقيته مش هيقضّيهم وفي نفس الوقت برضه إيه، مش عاملين حاجة. فطلّعت بقى الرِجل دي كانت عندي، آآ رِجل كده حلوة مليانة كده وحلوة، بس إيه كنت حاطاها في الفريزر، يعني كنت جايباها وحاطاها. طلّعتها بقى حطيتها في مَيّة وسِبتها، وهنا بقى الممبار كان استوى شايفين جماله بعد ما سويته. ودي بقى الإيه الكوارع كنت حطيتها بقى، غسلتها كويس بليمون وملح ودقيق وحطيتها، سِبتها بقى تستوي على مهلها كده بقى، وهنعمل الرز الأبيض وهاعمل العيش وهاعمل الطماطم. الفتة أصلًا ما بتاخدش وقت، العيش ده اللي أنتم متعودين معاه على طول قاصّاه وحاطاه كده في الفريزر، بس جِبته بقى ده صابح كنت قاصّاه هاعمل نُصّه وأحط نُصّه في الفريزر. دي بقى اللي هي الرز، حطيت معلقة سمنة ومعلقة زيت وهاشوّح أوي الرز في معلقة السمنة والزيت، وهازيده بشوربة الكوارع. أنا كنت مزوّداها أصلًا مَيّة، فهازيدها وبعدين أزوّدها مَيّة تاني. عادي يا جماعة، اللي متابعني عارف إني أنا كنت عملتها قبل كده، ما باغيّرش مَيّة الكوارع، يعني الكوارع أصلًا جميلة مش ما طلّعتش ريم ولا أي حاجة، فشايفين أصلًا شوربتها بيضا وجميلة إزاي. حطيت عليها بقى بهاراتها وهازيد بقى الرز وهاسيبها بقى أغطّي عليها واسيبها تستوي براحتها كده، وهاوطّي برضه على الرز أول ما يغلي. والممبار زي ما قُلت لكم مستوي، أنا ما باغطّيش الممبار، يعني باسقطه والمَيّة بتغلي أوي وباحط عليه بقى اللي أنتم عايزينه، في ناس بتحط طماطم وبصل وكده، لأ أنا ما باحطش، أنا باحط لورا عادي وحبهان وكمون وكده بس. جِبت بقى شوية زيت كده نضاف وأحمّر بقى الممبار عقبال ما الكوارع تستوي براحتها، لإن أنا كنت اتأخرت كده عقبال ما حطيت الكوارع تستوي، فهي بتاخد وقت شوية. ما تنسوش يا جماعة تصلّوا على سيدنا النبي محمد وتحطّوا لي لايك للفيديو وتتابعوا الفتة دي لإن هي جميلة بصراحة، أنا عاملاها أصلًا بطريقة حلوة هتعجبكم إن شاء الله. صفّيت بقى الطماطم عقبال ما الممبار يحمَر والكوارع بتستوي والرز كمان اتشرّب ووطّيت عليه. هاحط بقى العيش في الair fryer، هاحط برضه نقطتين زيت عليه كده وأقلّبه كويس وأدخّله الair fryer بس كده. ساعة ما عملته فيها أول مرّة وهو جميل بصراحة وما بياخدش وقت، على طول بيحمَر وبيبقى حلو. بس كده هالِف البكرة بقى والطماطم معايا اتصفّت والممبار بيحمَر، فكُلّه إيه مرّة واحدة كده. هاعمل بقى التوم بتاع الفتة، أنا حطيت بس نقطة زيت لإن الكوارع مش هاحط سمنة ولا حاجة، لإن الكوارع بتبقى دسمة أوي يا جماعة، مش عايزة إن الفتة تبقى دسمة، نقطة واحدة بس زيت التوم يحمَر فيها أو سمنة براحتكم، وهاحط بقى الطماطم، حطيت فيها معلقة سكر وشوية كمون وبس. وشايفين بقى العيش رُحت على طول شُفته وشايفين جماله في الair fryer بيطلع حلو أوي. عملت نُصّه بس والنُص التاني هادخّله الفريزر. وشايفين بقى لون الممبار كان أحمر، أنا باسيبه كده يحمر كده ويبقى لونه حلو، هاشيله. هو حلو بصراحة ما كانش كبير كده، كان ممباره حلو. هاحمّره بقى وعمل بتاع طبق كبير. الرز كمان شايفين جماله عمل إزاي مفلفل وجميل إزاي، وبشوربة الكوارع بقى له طعم تاني. هنا بقى الكوارع كانت استوت، بقى أنا باحب أقطّعها كده ما عندي الولاد يعني إيه ما بيحبوش يمسكوا كده وياكلوها بالعضمة كده، لازم أنضّفها لهم كويس. وبرضه العضم باسيبه لوحده، حد بقى مصمصه حد حاجة كده يعني إيه. وده الطبق الشوربة اللي فاض ده فتحي عايزه، هاعصر له عليه ليمونة بس كده، واحط العضم برضه حد عايز نخاع كده يبقى موجود. هاحط الكوارع كلها بقى في الصلصة واحط عليهم شوية مَيّة عشان مش هاحط شوربة عشان فتحي عاوزها. هالحلحها كده لإن هي كانت اتسبكت مني شوية، فهاحط عليها إيه نُص كوباية مَيّة كده تتلحلح كده بس كده. وبس مش هامرّقها أوي يعني نلحلح بس الكوارع كده. عايزة أقول لكم بالتوم، تسبيكة بقى بالتوم خطيرة. أغرف بقى على الصينية، هاغرف الرز
أنا مش مكتّرة الرز أوي، مش مكتّرة الفتة عشان في ممبار، فعايزة أقول لكم ما كنتش أصلًا عايزة أعملها، بس يالّا بقى إيه، صوّرت بقى وعملت بقى معاكم الفتة الجميلة دي. عايزة أقول لكم شوية فتة بقى خطيرة. هاحط بقى عليهم، أنا كسّرت العيش في الكبة، زي بتاعة فتة الشاورما اللي كان متابع الفيديو. عايزة أقول لكم يعني اديته لفتين كده، كان خطير أوي، بيبقى خطير في الأكل، وأنا مش مكترة العيش أوي برضه. العيش ده بقى بالطريقة اللي أنتم حابينها، في ناس بتعمل عيش بلدي عادي، بس العيش الأبيض ده خطير. أنا حطيت شوية كده على الرز، وهاحط بقى عليهم الصلصة بالكوارع، فوّتّ شوية هارشّهم إيه في الآخر كده. شايفين بقى حبة، عايزة أقول لكم حبة فتة بالكوارع ما فيش أحسن من كده. جربوها بقى بالطريقة دي وهتعجبكم. بس أنا بقى نسيت أحط شوية خل كده على التوم، آآ بتاعة الطماطم. يعني عايزة أقول لكم تحمّروا التومة وتطشوا عليها الخل كده بيبقى حلو، والكمون بيدّي طعم أحسن. الفتة العادية باعمل لها دقة، اللي هو توم أحمّرها بمعلقة سمنة وشوية كمون وشوية خل، وبارُشّها عليها في الآخر كده. أنا كنت عاملاها معاكم قبل كده، بس دي ما عملتش عشان إيه، مش عايزاها دسمة أوي، هي الكوارع أصلًا دسمة جدًا، فمش محتاجة بصراحة. لو فتة باللحمة باعمل ليها الدقة اللي أنا باقول لكم عليها دي. وباوريكم بقى هنا الممبار، خلاص بقى كده كنت خلّصت لهم الغدا. عايزة أقول لكم بقى إيه، ما فيش أحلى من كده غدا. ما تنسوش تقولوا لي رأيكم وتحطوا لي لايك للفيديو حلو كده زيكم، واشتراك للقناة، وتقولوا لي رأيكم في الممبار وفي الفتة. جربوها بس بالطريقة دي. حطيت بقى كده ليمونة جنب الشوربة الفتحي، وهندخل بقى نعمل شوية البطاطا اللي قلت لكم عليهم. عايزة أقول لكم شوية بطاطا ما فيش بعد كده برضه. أصلًا نوع البطاطا اللي هاقول لكم عليه ده، شايفين، كان بيلف تحت كده، فقلت له انزل يا فتحي يا عمر هاتهم لي. الكيس ب20 جنيه، ما أعرفش بقى هي في السوق بكام بصراحة. أنا جبتها منه مرّة وكان بيلف تحت، سكان شبرا الخيمة يا جماعة يجمعوا. كان بيلف تحت، بس أنا جبتها مرّة ما فيهاش خالص شعيرات كده يا جماعة، ما أعرفش النوع ده بتاعها ده اسمه إيه. جميلة أوي البطاطا دي، شايفين كلّها زي مساء واحد إزاي، يعني كلّها قد بعضها، فيها بس صغيّر شوية وفيها كبير شوية. أنا نقيت الصغيّر ونقيت الكبير أوي، يعني أنا نقيت الكبيرة أوي والصغيّرة أوي. هاقشّرهم وهاعملهم بقى صينية كده بالكاستر، أو ممكن بالمهلبية عادي، بالنشا، براحتكم أي حاجة. هاقشّر بقى الكمية دي، والكمية دي بقى التانية أنا يعني إيه، شويت كده، فرشت سلوفان كده في صينية وحطيتها في الفرن عادي، وشويت تاني بالكيس الحرايري، بس الأحسن بالكيس الحراري يعني بيبقى حلو. بس هاقشّر بقى الكمية كلّها كده، وحتى السكينة تعبتني، جبت المقشرة وقشّرتهم على طول بقى إيه، على طول كده. وهاقطّعهم واحطهم بقى في حلة stainless كده، واوطّي عليهم النار مع كوباية سكر. ما كانتش محتاجة سكر بصراحة، هي أصلًا البطاطا دي مسكّرة أوي، تحسّيها بطاطا يعني إيه كريمي أوي، يعني أمّا بتستوي بتبقى كريمي جدًا وما فيهاش شعيرات. ما أعرفش النوع ده اسمه إيه بصراحة، كنت هاقول لكم عليه، هابقى أسأل البياع وأقول لكم عليه إن شاء الله لو جبتها تاني. هاقطّعها بقى، شايفين أصلًا لونها عامل إزاي، لونها كده في الحقيقة يا جماعة، أنا باوريكم أصلًا من جواها، تحسّيها ما فيهاش كده شعيرات ولا أي حاجة. نوعها جميل أوي بجد، لمّا ييجي هاجيب تاني. حطيت بقى شوية السكر دول كانوا في الكيس كده، وحطيت نُص كوباية مَيّة عشان الحلة stainless بس كده، وولّعت عليها. بس هي مسكّرة جدًا، هي مش محتاجة سكر، طلعت مسكّرة منّي. بتاخد معاكِ يعني بتاع 10 دقايق بالكتير أوي بتستوي. وهاجي بقى أعمل الكاستر، أنا ما حطيتش عليها سمنة ولا أي حاجة، يعني في ناس بتحط حتّة سمنة، حطّي حتّة سمنة وقلّبيها، أنا ما حطيتش بصراحة. هي كانت عاملة مَيّتها، ده كيلو بقى من اللبن، وجبت علبة كاستر حطيت منها 4 معالق. شايفين أنا مقطّعة أصلًا صغيّر فما خدتش سِوَى معايا. هاحطها بقى في البايركس وأضغط عليها أوي بالهرّاسة، هتتهرس على طول. شايفين لونها عامل إزاي يا جماعة، غير البطاطا العادية خالص، البطاطا اللي في السوق الكبيرة دي. لونها كده وطعمها مسكّر أوي يعني، ما شاء الله البطاطا كان نوعها جميل جدًا. باهرسها بقى كده وهاسويها في الصينية وخلاص. أنا مكتّرة لإن كان فيها رفيّع شوية وكان فيها كبير أوي، فعشان وأنا باشويها يبقى كلّه قد بعضه، نقّيت فرستها، يعني نقّيت الكبيرة ونقّيت الصغيرة وقشّرتها وعملتها كده. فيعني اليومين دول البطاطا أصلًا كتير ومنها الأنواع كتير، فإيه، نعمل بقى الحاجات الحلوة دي في البيت. فتحي بيحب الصينية دي جدًا، فقُلت المرّة دي بقى أعملها بالكاستر. العلبة مكتوب عليها 4 معالق للكيلو اللبن، بس كده.
عايزة أقول لكم جميل أوي، هو دلوقتي أبيض بس كل ما بتقلّبي فيه بيبقى أصفر. أنا حطيت بقى كوباية الكوباية دي صغيّرة، يعني نُص كوباية من السُكّر، لإن أنا حاطة سُكّر في البطاطا. بس كده هاقلّب بقى وأحطها بقى إيه، تغلي بقى كده. أول ما تغلي هتلاقيها بتصفر معاكِ وبتتقل على طول. أول ما اللبن يغلي هتلاقيها بتصفر وبيتقل، شايفين تقِل إزاي وبقى جميل. بصراحة مدّيه طعم حلو أوي للبطاطا وهو أصلًا جميل. أبقى أعمل لهم منّه كده كاسات كده، جميل أوي الكاستر ده. أنا أول مرّة أعمله بصراحة، كنت باستسهل وأعمل نشا على طول بمهلبية، فهو حلو على البطاطا. بس بقى كده إيه، ممكن أرُش رشة سُكّر بودرة لو متاح. مش متاح بقى حتّة سمنة صغيرة كده، لإن أنا أول ما حطيته في الفرن خَد منّي لون بسرعة كده، ما لحقش. بس بصراحة بعد ما بردت جميل. ما تنسوش يا جماعة تحطّوا لي لايك للفيديو واشتراك للقناة. هابقى أشيل بس الأطراف بتاع الصينية دي بالمنديل كده وأولّع بقى الفرن من فوق بس. لو من فوق لو فرنِك من فوق بس، شايفين أول ما حطيتها نفخت كده وعملت وِش. مش مشكلة بقى، هو خلاص يعني إيه، المهم يشمّع كده معاكِ في الفرن وتبقى تدّي طعم الحتّة السمرا دي بتدّي طعم للكاستر. أحط بقى السوداني ده عليها كده من فوق. أي حاجة بقى، سوداني، زبيب، من غير أي حاجة مش مشكلة. وخلاص هاطلّع لكم بقى حتّة منها، بس هي كانت سخنة. عايزة أقول لكم تاني يوم لمّا بردت بقى فطرنا منها جميلة. مش أحلى من كده بطاطا. يعني يا جماعة لو جبتوا كمية كده من البطاطا نعملها بالطريقة دي، ننقي منها الكبيرة زي ما قُلت لكم، ونعمل الكبيرة والصغيرة أوي، ونسيب اللي هو إيه قد بعضه ده نشويه في الفرن. بتبقى حلوة. لا إما تشويه في الكيس الحرايري، لا إما في الفرن عادي على صينية وتدخّليه الفرن بتشوي بتبقى حلوة. أي حاجة بقى تحبيها. ما تنسوش يا جماعة اللايك للفيديو واشتراك للقناة، وتقولوا لي بقى رأيكم في البطاطا والممبار والفتة. وهنا بقى يوسف تاني يوم، يوسف بقى عمل لنا شاي وجاب لنا بقى منها، شايفين ما تماسكت بقى الكسكر الكاستر كده تماسك، والبطاطا جميلة بصراحة. شايفين لونها تاني يوم جميل. يوسف بقى اللي بيعمل الشاي يا جماعة، ما تنسوش تحطوا له لايك وتشجعوا يوسف على الشاي. بس كده. حط بقى الشاي في كوبايات وهيصب المَيّة السخنة وبيقول لكم لايك. بقى له كتير ما بيظهرش معايا لإن أنا ما باعملش تنضيفات اليومين دول. إن شاء الله باعمل لكم تنضيفات في الشقة، عايزة أمسكها بقى كده قبل الأجواء الشتوية و وأنضّفها لكم كده، وأنضّف يعني معاكم تنضيفة حلوة إن شاء الله. ما تنسوش يا جماعة تتابعوا بقى القناة كده وتقولوا لي رأيكم في الشاي بتاع يوسف. شايفين حبّة شاي بقى، ما فيش أحلى من كده مع البطاطا هنفطر. وخلاص بقى كده يا جماعة. مش عارفة أقول إيه تاني، بس ما فيش أحلى من كده بطاطا بجد. شايفين جمالها عاملة إزاي بالكاستر بقى، ويوسف بيورّيكم. خطيرة. لايك ليوسف يا جماعة، ومع ألف سلامة.